أنا أريد أن أقول واحد المسألة. أنا داخل التجربة، إلا تكلمت باش ندافع عليها ربما غادي تقولوا بأنه هذا غادي يكون مسائل ربما غادي يكون في اتجاه التجربة، وهناك الذين يرون التجربة من الخارج. أنا غادي نحاول نشوف التجربة واش هي ديال الأشخاص ولا ديال المؤسسة ولا ديال المدينة كلها. إذا فشلت راه هي ديال المدينة. أنا نعطيكم مجموعة ديال المعطيات. أولا التجربة ما زالت لم تكتمل، راه باقي ما كملتش، راه باقي ما درناش ديك البوان، لأن التجربة عندها طموحات كثيرة جدا، ولكن نظرا للانتخابات توقفت. وأنا أقول ما زالت لم تكتمل وممكن ترجع، غير توقف الدولة. بحال حكومة التناوب باقي ما راه غير واحد القوس تفتح وتسد، نفس الشيء. المسألة الثانية، أنا غادي نقول لكم بعض المسائل من الداخل وأتقاطع مع الناس اللي انتقدوها من الخارج. تصوروا بأن أنا دخلت لهذه الجماعة أول مرة كنشوف جماعة خرجت من التصور الإداري المحض ولات عندها ومشاكل أخرى كتنفتح عليها. ما بقاتش ديك الجماعة ديال ليكستري والدخلية كذا، ولات جماعة كتهتم بالبيئة، كتهتم بالطرق، كتهتم بالكثير من الأمور، التعليم. وهذه المسائل راه تجمعات في ما يسمى بميثاق التربية، المدينة مربية. ثانيا تصور بأنها جماعة كانت تتعامل مع أكثر من 300 جمعية. أنا كنت في البلدية، الناس اللي كيزوروا باقي البلدية الدرجة الثانية بعد الناس ديال التعمير هم الجمعيات. كانوا الجمعيات دائما داخل البلدية، بعد أن كانت البلدية ما كيجي حتى شي جمعية. هو التساؤل الأول هو السي أستاذ وهمو أنه أعاتبه عليه شخصيا، أنه أنا من بين الناس اللي كيشجعوا التحالف ديال بي بي اس والاتحاد الاشتراكي، لكن في الانتخابات الأخيرة أنه ربما كان طعنة غير شريفة للاتحاد الاشتراكي، أنه باش الناس البي بي اس تقدم واحد الهدية ولا مدينة تجنيد على طبق من ذهب، قوى ظلامية رجعية ما عندهاش حتى علاقة بالتصور ديال الإخوان ديال البي بي اس. وديما كتستعر المقولة ديال السي بومدين: الناس ماشي ديمقراطيين، وهم عمرهم ما يكونوا ديمقراطيين. كيعانيو معاهم الناس ديالكم. في ابرز مثال انه السي بومزكو ما بقاش كيجي للبلد. انه علاش بغيت انا غير تفهم لي الاستاذ هذه، انه كتقول انت ديمقراطي حداثي، واش ارتباطا مع القرار ديال الحزب من الفوق الانتخابات الجايه دابا جايه، ربما غالبا التصورات ولا التصور القراءات اللي كاينه بانه راه البي بي اس ما غاديش يكون في الحكومه الجايه، يعني باش غتصرفوا نتوما هاد ال5 سنين اللي غتدخلوا في التحالف مع هاد الناس. النقطه الثانيه هي نستغل وجود السي النائب البرلماني، تساؤل حول القانون الجنائي، لانه انا شويه غادي نخرج غير غادي غنبقى في الموضوع، ولكن مهم لانه الاستاذ كيقول تقدم وحداتي وسميتو. لا غنسولو على القانون، الموقف ديالو من القانون 267 هذه القوانين المثيره دابا للجدل، والقضيه ديال الدكتور عادل نوتني اللي وصل الاضراب ديالو 40 يوم وهو التجنيد حتى واحد ما دعا فيه. يعني نورمالمون السي بنو لانه كديمقراطي وكحدثي وتقدمي ونائب من البرلمان ديال التجنيد، الاولى منكم انه تدافعوا على الدكتور هذا اللي كيشرف المدينه. وشكرا. الموضوع مهم. المداخله ديال ديجا دار واحد عزيز واحد الاشاره فيما يتعلق في الفصل 267 والفصل 222 في القانون الجنائي. كيف يعقل ان يعني كانوا عندنا مكتسبات حقوقيه، في الاخير تجي واحد الحكومه وتحيد لنا دوك المكتسبات.
يعني لا يعقل أن الفصل 267 كاين مساواة في العقوبة بين الدين وبين الملك. يعني سي امبوسيبل. يعني حنا درنا قطيعة مع بعض الممارسات، يعني درنا معهم حنا قطيعة، وفي الاخر في 2016 وما بعد دستور 2011 اللي كيقول انه في الباب الاول ديالو وفي الفصل الثالث ان الاسلام دين دولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية، وكذلك تقول ان السيادة للشعب عبر الاستفتاء. يعني لا يعقل انه هاد الناس هادو يجيو ويصادقوا على قانون يعني اللي حنا درنا قطيعة مع هاد الممارسة ديالي كيصفقوا بحرارة التجربة، وماشي انها التجربة كما كنقولوا كاملة 100%، ولكن كما كنقولوا شرف التجربة يكفينا. انا كنعتبر بان الانجازات هي انجازات جماعية، لان حتى واحد الثقافة خص جات بها تجربة جديدة، هو اننا خصنا ما نتعلموش ننتقدوا، ونحن لا نمارس وما خدناش في غمار التجربة. يعني كاينه اكراهات وكاين ديال الحوايج ما راضيش بان نقولوا حققنا، ولكن لاول مره كنقولوا بان ضوينا على الطريق، لاول مره شدينا البيل في الاتجاه الصحيح. يعني يلا بدينا كنرسموا هذيك البدايات. بالتالي انا اللي كيبان لي من بين الايجابيات ديال التجربه انا كنتفق مع سمايو وكنتفق مع سعيد رحيم، يعني ان التجربه اعطتنا مواصفات رئيس الجماعه بمعيار ثقيل. نورمالمون الاستاذ عمو هذا ماشي مادح فيه دابا ولا هذا، وانما صراحه المعيار ديالو هو رئيسيه مدينه كبيره بحجم طنجه او كازا او هذا، يعني مسخره لنا في هذا الاتجاه. وملي تنقولوا استاذ عمو يعني كنقولوا كقيادي حزبي، كنقولوا كنقيب محامون، كنقولوا واحد العدد ديال ولد المدينه، وكنقولوا انه تيستغل الاليات ديالو الشخصيه وهذا في قضاء الامور ديال الجماعه. يعني شكر خاص ليه تحديدا. ايضا السي الحسن، انا السي الحسن واحد القضيه اللي كنتفق ليه بها بحراره، هو انني من نهار عرفتو تقريبا في 92، يعني ربما كان الاستاذ ديالي لهم الطبيعي ديك الساعات، وحيي على سميتو على المغامره ديالو. يعني واخا ما يكونش داكشي تيناض عليه صحيح ولا ما بينش ليه ولا هذا، ولكن ديك الجرأه باش كيتعامل وديك عدم الاستسلام، يعني شحال هو معشش في المعارضه هذه ربما خص الجميع يعرفها. يعني كان في المعارضه وكان صابر وما تخلاش على المبادئ ديالو، قاوم حتى وصل. يعني انا في نظري انسان ناجح بيسهل ان نصفق ليه باخطاء وبكل شيء هذا. انا كنصفق بحراره لهذيك التجربه. مساله اخرى، وصلنا لواحد القضيه انا كتبان لي واخا ما هضرش عليها حتى واحد، ولكن انا ندوي لان وصلنا لواحد النوع ديال التوافق المحلي. يعني واحد الوقيته وصلنا لواحد الانسجام يساري في مقابل واحد القوه اللي هي معارضه. انا شخصيا كنحييها حتى هي من هذا المنبر، اللي هي العداله والتنميه. انا كنت نتمنى الناس ديال تيزنيت يحافظوا على هذا الشيء هذا، وكان ملي خرجت الاتحاد الشراكه المعارضه تخرج مع الدي بي اس، ونخليو العداله والتنميه تقيدي وتدعمها المعارضه، ماشي انا تهرسها باعتبار روح المدينه باش كنتصروا. حنا كما قلت قبيله بان شدينا البيل الطريق، يعني نبنيو الليجا خاص يلقى بان كاين مجتمع مدني قوي غادي يلزمو، سواء كان جماعه ولا كل اللي بغا يكون كاين مجتمع قوي. حنا راه بزاف هنا المجتمع المدني يلاحظ تيشوف وتيهضر اكثر ما انه كيمارس. يعني بالتالي نطرقاو اللي بغينا حنا. انا ما يخلعنيش مجلس جماعي جديد جا واش غادي يستمر ولا ما غاديستمرش. القوه ديالي هي اللي غادي تخليه يستمر ولا غادي سميتو. من بين السلبيات نعطي واحد السلبيه صغيره اللي غادي نهضر عليها انا، اللي غادي نعيب عليه التجربه الجماعيه السابقه، واللي ما غاديش نقول كنعيبها كليا، وانما هي مفخره وزعما دازت واحد التجربه زوينه وعطات واحد العديد من الاشياء للمدينه، سواء من البنيات التحتيه سواء من المشاريع سواء من كذا. لكن اللي غادي نعيب عليه ان كانت تجربه الا غادي تحدثوا على التسيير، واش غتحدثوا على التسيير ديال الاخوه الاشتراكيين ولا الرفاق اللي في التقدم؟ لان هنا كاين واحد الاشكال، كاين اللي معروف في الساحه اللي كنشوفها انا كفاعل جمعوي ولا كشخص عادي، كنشوف ان اليد القويه اللي كانت كتخدم في الجماعه المحليه ديال تيزنيت هي اليد ديال الاشتراكيين وديال الاتحاديين، باش لان كلشي اشتراكي، اليد ديال الاتحاديين. واللي خرج على التجربه ديال الاستاذ عبد اللطيف عمو، واللي خلى النتائج ولا النتائج ديال الانتخابات
تقريبا نقدروا نقولوا قصاتهم من هذه التجربه هذا هي الناس اللي كانوا دايرين به، والناس اللي كانوا تقريبا ماشي متعجرفين فقط، انما كانوا جد متكبرين، وكانوا كيقولوا بلي راه هما بقاو في البلديه، وكانوا ينسبون الفضل جميع كل انفسهم دون اشراك الاخرين. راه ما اللي كانوا خدامين راه كانوا معروفين، ما كيهمناش ملي كتجي مثلا تعليمات ولا شكون اللي كيعطي المخططات ولا كذا، المهم اللي كان كيخطط بوحدو اللي كان كينفذ راه معروف. ملي كنا كنهضروا على قبل ما نجي لهنايا كتبت في التدبير الشان المحلي على هذا، قلت اش غادي نسولوا ولا اش غادي نراجعوا، لقيت الناس كلشي كيهضروا غير على المحطه ولا على الجرده ولا على المنطقه الصناعيه. المنطقه الصناعيه منطقه فاشله، هي دابا ما خداماش ياك. المحطه نفس الشيء، هي باقا مسدوده من 2005 ولا 2006، وحنا كنتسناو المحطه دارت. ثم الجمعيات هنا كنحييو السي الحسن على في التجربه ديالو على الدعم ولا على كذا، ولكن هذا الدعم هذا ولا هذا الصدر هذا اللي كان عند المجلس السابق راه خلى واحد العدد ديال الجمعيات تكون، ومن طون تسيطر عليها جمعيات ممكن نقول غير مرغوب فيها، ولا كانت جمعيات متحكمه كتدعي انها جمعيات ولا جمعيات اب ولا ما عرفتش كتسمي راسها، كتقول لك انها هي الجمعيات والجمعيات الاخرين ما كاينينش، وهذا كان اشكال كبير. وشكرا. أساتذة، مسألة التهيئة قال الأستاذ أعمو على أنه وضعه البنواري ولم يصوت عليه. من خلال إجابة الأستاذ البنواري على التهيئة بالضبط لم يشر، يعني قال غادي نبقى نرفضوه إلى ما بعد، ولكن هل فعلا وضعه الأستاذ البنواري؟ هذا سؤال أعتقد على أنه تجاوز. المسألة الأخرى هو سؤال موجه للأستاذ أعمو بالخصوص، هو التحالف مع العدالة والتنمية. ثقافة اليسار أعتقد على أنها أي تحالف يضعه اليسار إلا ويكون على أرضية برنامج، يعني برنامج سياسي كحد أدنى، يعني الطموح ديال الفئة التي يدافع عليها. هل فعلا الPPS يعني تحالفت مع العدالة والتنمية على أرضية البرنامج اللي هو محاربة الفساد والاستبداد إلى غير ذلك من الشعارات الرنانة اللي كانت كتروج لها العدالة والتنمية، يعني قبل 20 فيفري ومن بعد 20 فيفري، يعني نقاش آخر. هل فعلا من بعد 20 فيفري لاحظنا أن العفاريت ينسي دو سويت، يعني ما محل هذا البرنامج الذي تحالفت على أساسه الPPS مع العدالة والتنمية، هل هو موفق أم لا؟ وأود أن أتساءل مع الأستاذ أعمو على واحد إشارة بسيطة يعني لقاها في النقاش ديالو عندما أشار إلى مدينة سطات، وقال على أن هنالك مدن أخرى يعني كتبان على شاكلة مدينة سطات. إذا ماذا يقصد الأستاذ بنواري بهذه الإشارة ولو كانت بسيطة؟ عفوا الأستاذ أعمو، ولو كانت بسيطة. المسألة الأخرى أنا أقول خصنا نكونوا موضوعيين وخصنا نتبناو النقد الذاتي. الآن العدالة والتنمية يعني بغينا ولا كرهنا على مستوى صناديق الاقتراع متفوقة. يجب أن نسائل أنفسنا كيسار يعني كالاتحاد الاشتراكي والPPS، لماذا هذه الأزمة؟ هل مقاطع الانتخابات يعني ساهموا يعني في هذه الأزمة بالضبط، أو على أن اليسار لم يعد يمتلك الأدوات التحليلية للواقع اللي كنعيشه الآن، وبالتالي من خلال هذه الأدوات التحليلية غنعطيو إجابات ومشاريع عمل. وشكرا. سأبدأ مما انتهى الزميل عندما قال بأن هل يمكن بالفعل لليسار أو خاصة الماركسية هل يمكنها اليوم في مدينة تيزنيت مثلا بأدوات أن تحلل الواقع، خاصة في انتشار هذه البنية كما أسميها بنية إقطاعية محلية، يعني هذه البنية أعتبرها إكراها من ضمن الإكراهات، يمكن حتى سأقول بأنها هي التي أدت إلى، هل يمكن أن نقول على أن البنية الثقافية
هي التي أدت إلى هذه البنية الإقطاعية، أم على العكس نتبنى الماركسية عندما تقول بأن البنية يعني هذه البنية الاقتصادية أو نمط الإنتاج هو الذي يحدد هذه الثقافة الموجودة حاليا؟ صراحة أقول أعاني كطالب باحث أو كشاب عادي. سأعطيكم هذا التمثل اللي عندي حاليا. التمثل اللي عندنا هو أننا في تقييم للحصيلة أو ليس تقييم فقط على مستوى التدبير، لكن على مستوى الآثار الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي. فأنا نعاني كثيرا جدا. النمو الاقتصادي ما كاينش في مدينة تيزنيت، ما كاينش عندنا يعني التشغيل حتى هنا، حتى يعني اليسار بيسار خصنا شويه نشوفوا الليبراليه الراسماليه، بغينا نوصلوا هذه الراسماليه صراحه. بغينا الناس بانه يتحيدوا من هذه البنيه الثقافيه باش اننا نطلق شويه الفلوس. راه عندنا الناس عندنا الفلوس راه ما كيطلقوش، كيفاش غنديروا هذه الثقافه؟ راه يعني هي اكراه يعني كبير جدا يعني، وبالتالي فهي تؤثر يعني تؤثر في الشباب حاليا في التشغيل. انا حاليا اسكن في واحد الحي 80% منه شباب هاجروا الى الديار، يعني خرجوا من البلاد. كنقولوا اين هي النواة الجميع؟ على الاقل اذا كانت راه غتعطينا على الاقل واحد الديناميه معينه. فينا هي هذه السياسات يعني حتى في المستوى داكشي اللي كنقراو حنايا مثلا في السياسات العموميه او السياسات المحليه، فينا هما هاد لي زوتيل، فينا هما هاد لي زانستريمون اللي عندنا جداد. عندنا واحد باراديغم حاليا على المستوى الوطني على الاقل دستوري، عندنا الديمقراطيه التشاركيه، عندنا واحد الجهويه. واش حنا صراحه كنخبه هادو كنسالهم واش كنخبه ما كتحدوش على شخص او شخصين، ولكن كمجموعه نخبه، واش هي صراحه كتمشي مع هذا يعني مع هذا الباراديغم اللي قلت؟ هذا الباراديغم لان المشرع الدستوري سواء على مستوى المرجعيه ايضا ديال المؤسسه الملكيه اللي عطات واحد كالديمقراطيه التشاركيه. واش عندنا؟ واش صراحه حنا كنستطيعوا باننا نسيروا هذا الباراديغم؟ باي نموذج يمكننا نقيموا هذا محليا؟ انا اقول بان الاشكاليه اكثر هي اشكاليه ثقافيه مرتبطه بالاساس ايضا بالبنيه كما قلت بنيه ثقافيه منغلقه.